ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هبدأ معاكم بالمواعين. احنا بالليل على كده، لان كنت كنت في مشوار النهارده وكده وما عملتش حاجه يعني. فهبدأ هغسل المواعين دلوقتي وبعد كده هنشوف يعني ان شاء الله هنعمل ايه تاني. المواعين دول الاول. لا يعني مش بس دول، في تاني ورايا. انا فاتحه الكاميرا عشان عايزه اقول لكم على موضوع النمل يعني. خليكم معايا. اللي ليه بتاع دوت، معلش يعني اللي ليه وصفة للنمل. انا النمل ايه خرب الدنيا من اول امبارح يعني. هو على طول النمل عندي في البيت انا يعني، في الحمام وفي المطبخ دايما يعني. حتى في الشتاء يعني عندنا النمل برضه مواطن. بس من اول امبارح في الاوض وفي الحمام وفي المطبخ، يعني على البوتاجاز وعلى هنا هو في الحوض. فمش عارفة اعمل ايه معاه يعني، برش وكده بيرجع تاني. فاللي عارف طريق وصفة يعني وكده يا ريت يعني يقول لي عليها، يعني يكتبها لي في التعليقات وكده. ويا ريت اللي بيجي عندنا النمل يقول لي يعني. مش عارفة النمل دوت ليه على طول عندنا شتاء وحر وكتير يعني، مش بيمشي من عندنا خالص. انا بسمع ان هو بيجي في الصيف بس يعني النمل. بس مش عارفة عندنا نحن على طول يعني الحمد لله. فاللي ليه وصفة يعني للنمل وكده، اللي معاه وصفة وكده يا ريت يقول لي عليها يعني. بس انا هدخل معاكم الفيديو كده هات الكاميرا، هعملها سريعة يعني، هجريها عشان ايه ما اطولش عليكم. المواعين اللي انتوا بتشوفوهم في دقيقة مثلا او نص دقيقة بتتعمل يعني ايه، يعني هي بفترة طويلة يعني، بس عشان بجري الفيديو بتجيكم انتوا نص دقيقة يعني، فبتطول. فما اطولش عليكم يعني وكده. هغسل مواعين انا وبجري. اعمل كوباية شاي معاكم كده ونحطها على النار. ثواني بس عشان ماسكة التليفون ده. على النار تغلي ونصبها معاكم. وهنا غلت المية نصبها معاكم. ماشي ادم هيجيب لي. لا ما تنزليش انت معاه. دي البتاع دي اللهم صل على النبي، بتاعت الميكروويف. نقعتها في الحوض عشان نغسلوها كده. نشرب الشاي برا عشان دماغنا ضربت يعني. تعالوا اشربوا معايا الشاي. وهنا بعد ما شربنا الشاي
قلت اجي اعمل لهم اسمه ايه دوت العشاء يعني، وعايزة اتكلم معاكم في حاجة كده يعني. قلت اللي عايز مثلا يفتح حوار ويتكلم في موضوع يعني مثلا مضايقه او مزعله او عامل له ازعاج من اي حد مثلا، يكتب لي في التعليقات عن الموضوع يعني بتاع المشكلة بتاعته. انا مش هحل المشكلة يعني بس يعني ايه، ليه 10 سنين متجوز انا وكده يعني. فمن خلال الخبرة البسيطة دي يعني فهمت حاجات كتير يعني، اتعلمت حاجات كتير. فاللي حابب مثلا يتكلم في اي موضوع هو عايز يتكلم فيه يكتب لي في التعليقات وانا اكلمه عنه يعني. اهو نفتح حوار بدل ما احنا يعني انا محرجة يعني منكم وكده يعني، فقلت نسلي الوقت يعني. فشوفوا انتوا ايه رأيكم مثلا، واللي عايز يتكلم مثلا في اي حاجة يكتب لي في التعليقات الموضوع بتاعه وانا اتكلم فيه يعني. هو الانسان كل يوم لازم يعني، كل يوم البني ادم بيتعلم حاجة جديدة يعني، كل يوم. بعد ما هعمل البطاطس هقطعها زي كده واشطفها واغسلها واحط لها شويه ملح. معلش العيال عاملين دوشه بره، فعشان ما اطولش عليكم يعني هعمل البطاطس ونشوف بعد كده هنعمل ايه تاني. انا خلصت البطاطس حمرناها. هدخل على الاوضه اللي جوا عشان مليانه نمل، كلها اتملت نمل، الارض والبلكونه كلها خالص. هكنسها وامسحها بس الاضاءه بتاعتها ضعيفه يعني، اللمبه اللي فيها النور بتاعها مش حلو يعني، فخليكم معايا. حلو البطاطس، تحملوهاش يا جوز، تخلوهاش تتحرق يعني، خلوها كده حلو اللون ده. يلا بينا ندخل نعمل الأوضة والبلكونة. مسحنا الأرض، يخرج بس النمل يجي تاني، كل يوم مواطن عندنا. وصلت الفرطات دول حافظات، تعوصوا كده بالليل. شايفين حاجة؟ جو حلو النهاردة، الشارع تحت. وكده نكون خلصنا الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وزي ما قلت لكم على موضوع يعني اي موضوع عايزين تتكلموا فيه ولا كده، انا يعني هشوف التعليقات بتاعتكم يعني، لو حابين اكتبوا لي في التعليقات. ومش يعني هقول لكم ان انا حللت مشاكل يعني ولا الكلام ده، بس لا يعني من خلال الشوية اللي انا يعني جوزت ثواني. طب راحت الكرسي اوعي توجعي. من خلال الخبرة اللي انا اكتسبتها يعني، فهجاوبكم يعني هرد عليكم بس. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.